الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقائي الأعزاء. هنكمل كلامنا على موضوع المرض الدوران في الأغنام. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، احنا اتكلمنا على مرض اسمه الليستيريوزس، وده كان مرض المسبب بتاعه بكتيريا اسمها ليستيريا، وبتعمل دوران في اتجاه واحد. وقلنا احنا العدوى بتيجي منين، وعرفنا ان ازاي الحيوان لو اتغذى على سلاج مثلا مش مكمور كويس او اي ادوات ملوثه شرب منها بيحصل عدوى عن طريقها. وقلنا الاعراض، وقلنا ان الحالات دي ما بينفعش فيها العلاج. المرض التاني اللي هو في الغنم اللي بيعمل لفه برضو، او في ناس تقول لك ايه، راس الغنم فيها دود. بعد ما يعني كلمة دايما في عيد الأضحى كده، بعد ما يكسر الراس كده أو بص يلاقي الأنف بتاع الخروف نطر الدود كتير. طبعا الدودة اللي موجودة في راس الغنم دي مصدرها عبارة عن ذبابة بتسمى نغف الغنم. اسم الذبابة نغف الغنم أو الاسترس اوفيس. الاسترس اوفيس دي لونها بني رمادي تقريبا يعني. الذبابة دي بتبقى تقف على حافة الأنف بتاع الغنم، وتروح حاطه البيض بتاعها على حافه. لو نجحت وحاطه، طبعا بتعمل زنين كده. في غنم كتير بتعرفها وتبعد عنها، بتعرفها من صوتها، صوت الزن بتاعها. لكن لو نجحت الذبابه دي وحطت البيض بتاعها على حافه الانف بتاع الغنم، بيحصل استنشاق طبعا ليها خلال 24 ساعه. بيفقس البيض ده، بيفقس ويتحول الى يرقه. اليرقات دي بيبقى لونها ابيض طبعا، بتفضل تتغلغل لحد ما تدخل الجيوب الانفيه، وممكن توصل لحد الجمجمه. اليرقه دي طبعا وهي ماشيه في طور النمو دي بتتغذى على الافرازات المخاطيه اللي موجوده في الجيوب الانفيه والانسجه والاعضاء الحيه للجسم. بتسبب كثير، تعمل ازعاج للغنم. يعني هي بتعمل ازعاج للغنم، تلاقي الغنم مش مرتاحه، في جلج. ممكن تقعد 10 شهور داخل الجمجمه، يعني طبعا مدة طويلة جدا مقارنة باقي حياتها خارج الجسم. يعني 10 شهور داخل الجمجمة. لما بتنتهي دورة الحياة بتاع الدودة ديت في الجمجمة، تبدأ بالنزول بقى، تبدأ تنزل تدريجي وتتغلغل مرة أخرى داخل التجاويف الأنفية عشان تطلع لبره. عايزة تطلع لبره، بقت دودة كبيرة. ده اللي بيدفع الغنم اللي هي تنزل سوائل كتير من مناخيرها. بتبقى في سوائل كتيرة مخاطية داخل الأنف، عايزة تتخلص منها. لكن الدودة بتستغل الإفرازات المخاط دي كمصدر للغذاء، وفي نفس الوقت بتقاوم الخروج، وهو ما يتسبب بيعمل غلق فتحات الأنف. طبعا الدودة بتتغذى على المخاط وبتمنع، بتسد المناخير بمعنى صح، بتسد منخار الأغنام. تلاقي الغنم مش عارفة تتنفس، تاخد نفسها من بوجه ومناخيرها مسدوده. وفي اعراض عصبيه بتظهر طبعا، واعراض تنفسيه مزمنه تخلي الغنم نفسها كده مش قادره على العطس، حتى مش قادره تحتص بشكل طبيعي. فتضطر تعمل ايه؟ تروح تحرك راسها باستمرار وتضرب رجلها الاماميه في الارض. تلاقيها بتهز راسها شمال ويمين، ممكن تخبط راسها في الحيط، تخبط راسها في جسم صلب جنبها، عايزه تطلع الدود وتنطر المخاط ده من مناخيرها، مش قادره. طبعا لما تقفل المجرى التنفسي نهائي، تبص تلاقي النعجه جاها هاج عصبي، تبدا تضرب راسها على الحيطان وعلى الجدران واي شيء صلب، محاوله ان هي عايزه تطلع الحاجه اللي متعلقه في مناخيرها من مخاط ودود. وده اللي بيفسر استعمال فمها للتنفس بدل انفها. وتتوقف عن الاكل والشرب لفتره، تتوقف عن الاكل والشرب لفتره كبيره. طبعا هي بتهز راسها، بتضرب راسها على الحيطان، مش عشان خاطر اي حاجه. هي بص في جلج، ما هي متضايقه من الدود والمخاط الكتير اللي في منخارها، ومش قادره تاخد نفسها، مخنوقه بمعنى صح، تاخد نفسها من بوجها. ده اللي ده طبعا بيخليها مش عندها جلج، مش ملهاش نفس تاكل، تمنع الاكل والشرب والهضم فتره طويله. طبعا لو الغنم دي نجحت ان هي تطلع الدوده دي بدون ان الانسجه والاعضاء الحيه اللي جوه ما تتاذاش، فالدوده دي بتكمل دوره حياتها بقى، وتخش في طور العذراء من 3 ل 9 اسابيع بره، قبل ما تبقى ذبابه بالغه قادره على الاصابه مره اخرى. طبعا بتطلع من منخار الاغنام
وتروح تطلع بره تبدا دوره حياتها تاني لحد ما تبقى ذبابه تاني، وتروح تحط البيض على حافه الانف بتاع الاغنام مره اخرى، وتبدا الدوره من جديد. تقريبا دوره حياتها من يرقه لحد ذبابه بالغه بتاخد سنه. يعني من اول ما بتحط البيض بتاعها على حافه الانف بتاع الاغنام لحد ما تطلع دوده كامله بتاخد سنه، بتاخد سنة كاملة. الإصابة دي ما دايما بتبقى في الشتاء من شهر 12 اللي احنا فيه ده لحد شهر 4. طبعا نغف الغنم ديت ممكن انك تلقاها في تجويف الجمجمة او منطقة اللي هي تحت القرن في المخ. لها علاج بيطري طبعا، ويمكن المربى ممكن نجرع الأغنام دي بأدوية ديدان، ده العلاج بتاعها، وحقنها بالايفوماك بصوره دوريه عشان نتخلص من الدوده، الى جانب ان احنا نكافح اي حشرات في المكان وتنظيف المكان باستمرار. يعني انا اكسر الحلقه او العائل الوسيط ان انا ارش حاجات تطير الحشرات من المكان، انظف، اعمل تطهير للحوش باي مبيد حشري، بحيث ان انا ما اخليش الحشرات دي تعيش في المكان اللي فيه الاغنام، او ادي جرعه ديدان ايفوماك سواء كان شرب او حقن على فترات، بحيث ان انا اعالج الموضوع ده. النغف الغنم يصيب طبعا، ممكن يصيب الابقار والجمال والخيل والماعز والخراف والقطط والكلاب، وممكن الطيور، وممكن يصيب الانسان كمان بعض الحالات القليله يعني، ومنتشر في المناطق الحاره والرطبه. طبعا ذبابه نغف الغنم البالغه دي من اخطر الحشرات الطايره، لها القدره على اصابه الجنس البشري، وقلنا ان هي بتاثر على صحه الانسان. لو صادفت اليرقه دي في راس الغنم، فلا يعني لازم لو انت شفت الحاجات ديت لازم تستشير دكتور بسرعه. لو انت شفتها من قريب ولا من بعيد، انت لازم تستشير دكتور عشان خاطر يبدا يتعامل مع الاغنام ويبدا يجرحها لك جرعه ديدان ويحقنها كلها ان شاء الله. وبالنسبه لصلاحيه اللحوم طبعا اللحمه بتبقى صالحه، يعني ما فيهاش اي مشكله، بترمي الراس كده بس يعني على قدام، واللحمه ما فيهاش اي مشكله خالص. مرض سهل غير الاستيريا في العلاج، يعني ليها علاج غير الاستيريا، ملهاش اي علاج. فان شاء الله يعني يا رب ان كان كده افدناكم، واشوفكم مرة تاني في فيديو تاني بإذن الله، بحيث نستفيد اكتر من المواضيع ديت ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا الاصدقاء الاعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.